تخيل معايا كده تكون عيل كئيب ومنطوي والحظ بيلعب معاك لأول مرة وبتنتقل لعالم تاني ولكن على نفس الحال، ولكن المرة ديت الظروف هي اللي حكمت عليك انك تكون وحيد، ولكن دوام الحال من المحال لان بيظهر الشخص اللي بياخد باله منك وبيؤمن بيك. ولكن يا فرحة ما تمت لان الاخصام بيخلصوا عليه، لا وكمان بيتهموك انت بقتله. فتفتكروا ايه اللي هيحصل مع بطلنا يا كيليان؟ وقبل ما نبدأ اذكروا الله ولا تنسى الصلاة على الحبيب المصطفى، وانزل اعمل لايك واشتراك، وهيا بنا نغوص في اعماق الحكاية. بتبدأ الحكاية في أحد الأيام وبنشوف قاتل ملثم متجه لتنفيذ أحد المهمات، ولكنه بيلاحظ إن في قاتل تاني هيستولى على ضحيته وعلشان كده لازم يخلص عليه، وبيتوجه ناحيته ولكنه بيتصدم، وده لأن القاتل التاني هو القاتل الصامت، وبيكون خلاص أدرك إن هو على وشك الموت لكنه مش بيتردد وبيهجم عليه، وبيكون عنده أمل إن هو يفوز عليه. ولكن يا صاحبي ده في مستوى تاني خالص، بيصد هجماته بسهولة وسيوفهم بتتصادم وسيف القاتل الملثم بيطير منه، القاتل الصامت بيتقدم ناحيته وهو بيصد هجماته اللي بتكون ضعيفة جدا لحد ما بيزنقه في الحيطة وبيحطم دراعه بكل برود وبيهشم قدمه. وخلاص كده يا صاحبي بيكون القاتل الملثم فقد الامل في الحياة، وبينزل سيفه اللي كان طار وبيخلص عليه. وبعدها القاتل الصامت بيدخل القلعة علشان ينفذ مهمته، وبيكون الهدف بتاعه هو شخص نبيل. وقبل ما الاحداث دي تحصل بفترة بنشوف مجموعة طلاب قاعدين بيضحكوا وبيهزروا مع بعض، ولكن هناك احد الطلاب قاعد في جنب لوحده كده هو ماسك موبايله. ولكن بيحصل شيء غير طبيعي يا صاحبي، وبتظهر خطوط سوداء في سقف الفصل وبتتكون دايره سحريه فوق الطلاب. المكان كله بيضيء وبينتقلوا لعالم تاني، وبيدخل عليهم ساحر عجوز وبيقول لهم ان الملك بنفسه هيفهمهم على كل حاجه. وبالفعل بيدخل عليهم الملك وبيكون معاه الاميره، وبيشكرهم على مجيئهم من عالمهم البعيد علشان يساعدوهم، وبيعرفوهم انهم حاليا في مملكه ليون، وتم استدعاء الابطال علشان يخلصوا على ملك الشياطين الحالي. الطلاب بيكونوا مبسوطين جدا علشان هيشوفوا اكشن وبتاع، لكنهم مش عارفين ايه اللي مستنيهم. المهم بعدها الساحر بيقول لهم يتقدموا واحد واحد ويحطوا ايدهم على البلوه السحريه، وده علشان يعرفوا مين البطل فيهم. والكل بيستغرب لانهم كانوا فاكرين ان كلهم ابطال. المهم بيبدا الطلبه انهم يحطوا ايدهم على البلوه واحد خلف التاني، واثناء ما ده بيحصل احد الطلاب بيسال بطلنا هو ايه فئته، فبيقول له القاتل، فبيفضل يرخم عليه شويه كده. ولكن في حاجه غريبه بتشغل دماغ بطلنا، وهي ازاي احصائياته اعلى من احصائيات البطل. وبيشك في الملك والملكه وان هم اصلا ما تمش استدعائهم علشان يقتلوا ملك الشياطين. المهم الساحر بيقول لهم ان تم تجهيز اوضه لكل واحد فيهم على حسب مهنته، وبيطلب من كل واحد فيهم ان هو يتوجه لغرفته. واثناء ما بطلنا ماشي بيلاحظ كاميرا في المكان، وبيتاكد بنسبه 100% ان هما بيتم مراقبتهم، لكنه بيكمل طريقه ومش بيدي اي ردة فعل. وبنشوف احد الفرسان بيبص له وهو بيبتسم، وبطلنا واللي هنقول عليه كيليان بيذهب لغرفته وبيفضل يفكر شويه كده، وبيطلع على سطحه وبيبص على قمه القلعه، وبيفعل مهاره اخفاء الوجود، وبيطلع على قمه القلعه وبيتوجه لمكان الملك. وبيسمع الملك بيقول للاميره ان هي لازم ما تخليش اي حد من الابطال يدخل الارشيف الملكي، وده علشان الخطه ما تبوظش. فهي بتقول له ان هم مجرد مجموعه من الاطفال الساذجين ومش هيعملوا حاجه. وبنشوف كيليان واقف جنب الملك وبيكون مصدوم من اللي بيسمعه، وبيسحب سيفه لكن الملك بيحس بيه فبيرجع عن اللي في دماغه. وتاني يوم كل الطلاب بيكونوا متجمعين على السفرة، والبطل بيجي وبيقول لهم ان هما مالهمش اي علاقة باي حاجة تانية غير قتال ملك الشياطين، لان ده اللي اتفقنا عليه مع العيلة الملكة. فكيليان بيفكر ويقول لهم ان العيلة الملكة اصلا مش في صفهم، لكنه بيرجع في اخر لحظة لان هما مش هيصدقوه. والابطال بيطلعوا للساحة علشان يتمرنوا، واللي هيمرنهم هو قائد الفرسان سونت ومعاه مساعده جيلو. بيفضل سونت يشرح لهم في شوية حاجات كده مالهمش اي 30 لازمة، وفي الاخر بيدبس جيل في تدريباتهم وبيمشي وبيروح على مكان كيليان، وبيبدا ان هو يتكلم معاه. ودي بتكون صدمه لكيليان لان هو مفعل اخفاء الوجود، فهو ازاي شافه؟ فسونتو بيطمنه وبيقوله تقنيتك لسه شغاله، بس انا اللي عيوني مميزه شويتين كده وبقدر بطريقه خاصه ان انا اشوف تقلبات المانا. وبيكمل وبيقول له ما تقلقش انا هساعدك في اللي انت عايز توصل له. فكيليان بيقول له ازاي وانت واحد تبعهم؟ فبيقول له لا يا نجم انا مش معاهم اصلا. بص هو الموضوع
الموضوع معقد شويتين كده ويصعب شرحه، بس المفيد ان انا معاك وفي صفك. فكليان بيقول له ان هو عايز يدخل الاوشيف الملكي ويعمل انقلاب على العيله المالكه ويخلص عليهم. الجبروت ده يا ابني عايز تعمل كل ده وانت لسه واصل للعالم ما بقالكش كام ساعه، ما تهدى شويه على نفسك يا عم. المهم سونت بيساله عن مستوى تقنيه التخفي، فكليان بيقول له ليفل ماكس يا صاحبي، لكن بقيه التقنيات في المستوى الاول وانا ما عنديش فكره ازاي اعلي مستواهم. فسونت بيقول له ان هو هيساعده علشان يزود مستواهم، لكن كليان بيرفض وبيقول له ان هو مش هياخد حاجه بدون مقابل. فكليان بيقول له المقابل هو انك تحكي لي شويه عن عالمك الاصلي، وبالفعل تتم الصفقه بنجاح. وبيبدا سونت يضرب كليان وبيكون تقدمه ملحوظ. وعلى الجانب التاني بقيه الابطال قوتهم بتزيد لكن بمعدل ابطا من كليان. وفي احد الايام بنشوف سونت ومساعده جيل واقفين بيتكلموا عن كليان، وسونت بيقول ان تقنيه الاختفاء عنده وصلت لليفل ماكس، وديت حاجه ما قدرش عليها غير البطل الاول. المهم الباب بيخبط وبيكون كليان اللي بيدخل وبيحط كتاب على الترابيزه كده، وبيقول لسونت ان هو لقاه في الاوشيف او المكتبه يعني. المهم سونت بيقول له ان الكتاب ده بيحتوي على خطط انقلاب كتير وهو اللي كاتبهم بنفسه، وبيقول له ان الملك بقاله فتره كده حاله مش مظبوط وماشي يبوظ في كل حاجه، لكن مهما عمل فاحنا فرسان العيله الملكه وهم ليهم فضل كبير علينا، علشان كده هو عايز يخلص الموضوع من غير نقطه دم. فكليان بيفهم كلامه وبيحكي له لما دخل المكتبه اول يوم جه العالم ده وكان عايز يخلص على الملك، لكنه رجع من تاني لان هو مش عايز يقتل كده وخلاص، ولازم يتاكد ان الملك بقى فاسد علشان يقتله. بعدها بيفضلوا يتكلموا شويه وسونت بيمدحوا على التصرف ده، وبيعد شهوه على وصول الابطال للعالم، وبيكونوا ماشيين رايحين يعملوا اول غزو ليهم والشعب كله فرحان ومبسوط بيهم. لكن كليان بيلاحظ بنت واقفه ولابسه وشاح اسود، فبيختفي وبيروح يقف خلفها وبيسالها عن اللي مضايقها كده، فبتقول له الناس كلها مبسوطه بيكم وقال ايه ابطال، طب انت عارف ايه اللي تم التضحيه بيه لاستدعائكم؟ وحرفيا الكلمه دي بتصدم كليان والبنت بتسيبه وبتمشي، واثناء ما هي ماشيه بتقول له فكر في الكلام ده كويس علشان لما نتقابل بعد كده يكون عندك رد عليه. وبينتقل بينا المشهد للابطال وهما بيقتلوا الوحوش وبيكونوا قايمين بالواجب معاهم، لكن احد الابطال بيفعل فخ بالغلط وبيطلع مجموعه كبيره من الجوبلين، لكن كليان وسونت بيخلصوا عليهم والبطل الاساسي بيتقدم، لكنه بيقابل مجموعه كبيره من الغيلان العملاقه وبيفكروا لما الملكه ادت له قنبله دخان، وفعلا بيرميها عليهم وبيكون فاكر ان هم ماتوا، لكنه بيتصدم لما بيلاقي قوه واحد منهم زادت اضعاف مضاعفه. لكن كليان مش بيتردد بالهجوم عليه وبينجح ينقذ البطل اللي كان فقد الامل في كل حاجه. وكليان بيقاتل الوحش وبيبدا يحفز البطل بالكلام لكن مفيش فايده، فبيقوب منه وبينادي على البنت اللي كانت قدوتها مبطل سحر وبيقولها تستخدم قدوتها على البطل، وفعلا بتعمل كده وبيكون في حد عامل تعويذ التخويف على البطل. بعدها كليان بيكلم سونت وبيقول له لازم يعمل كده، وسونت بيكون متردد لكنه بيرفع سيفه وبيفعل تقنيه الوميض وبيهجم بيها على الوحش وبيثبته، وكليان بيقف خلف الوحش وبيفعل سحر الظلال وبينجح في ان هو يخلص عليه. بعدين سونت كلمه وقال ان هو فعلا تعب بس ادى اداء ممتاز وشكروا على مساعدته وعرفوا ان هم عاشوا بفضله، لكن كليان قال له لا يا اسطى انت اللي ساعدتنا اسيطر على سحري لما كان هيخرج عن السيطره وقت التدريب. وسونت قال له ان هو عمره ما سمع عن مهاره سحر الظلال الاضافه قبل كده وان هي قويه جدا بس متعبه وصعبه التحكم، فبيحذره ما يستخدمهاش الا لو حاله صعب. وبعد كده سونت قال له عندي لك حاجه مهمه، وبيطلع سيف اسمه سيف كاتانا، والسيف ده اتصنع على ايد اول بطل في التاريخ وبيدي السيف لكليان، وكليان اتفاجئ ان هو اداه السيف بدل البطل الحالي، وسونت فكروا ان البطل عنده السيف المقدس. بعدين الملك كان هيلاحظ لو البطل شال السيف ده، كليان استغرب وساله ايه المشكله، فسونت اعترف ان هو سرقه من مستودع الاسلحه الملكي، بس كليان ما اهتمش بكلامه وخد السيف وقعد يتامل فيه كده وساله عن اسمه، فسونت قال له ان الاسم منقوش جنب المقبض بس هو مش عارف يقراه، وكليان بص على المقبض ولقى مكتوب عليه السيف السماوي، وكمان لقى رساله من صاحب السيف بيقول فيها ان هو بيتمنى السيف يوصل لوريثه ويساعده وقت الشده. وكليان اتحمس جدا وكان عايز يقابل الشخص ده، وسونت قال له ان هو كمان كان نفسه يقابل البطل الاول. والكلام عن الابطال بيفكروا بالبطل الحالي اللي اللعنه كانت عليه قويه جدا ومعموله مخصوص علشان الابطال، وقال ان هو عارف مين اللي عمل اللعنه ديت بس مش قادر يعمل حاجه. وبعد كده بنروح للاميره وهي بتعمل طقوس معينه، وكليان بيدخل عليها وبيوقع البلوه اللي قدامها، والاميره اتفاجئت وسالته هو بيعمل ايه هنا، فبيقول لها ان هو شال اللعنه اللي بتتحكم في البطل. فالاميره سالته ازاي دخل اوضه بنت كده من غير اذن، فقال لها ان البنات المفروض ما يستخدموش اللعنات علشان يتحكموا في الناس، وبيعرفها ان هي كده بقت شبه الساحرات اكتر من كونها اميره، وسالها هي ليه بتعمل كده،
كده، فقالت له ان كل اللي بتعمله هو لاجل جلالته. فبيسالها هي بتسمع كلامه ليه وباي هدف، فهي بقى قالت له نفس الكلام. فكليان زهق منها ورجع لسونت اللي ساله اذا كان كشف نفسه للاميوه، فقال له ان هو عمل كده علشان يعرف هي رايها ايه في اللي بتعمله، بس ما عرفش ياخد منها اجابه واضحه لان هي بقت مجرد دميه في ايد الملك. وبعد الكلام ده سونت قال له يروح ينام، بس حذره ما ينامش في القصر الملكي، وده لان الاميوه هتلعن اي حد غير البطل، بس لو بات في الخارج مش هتقدر تلمسه، وده لان هي ما تعرفش عنه حاجه. وكليان فهم قصده ان هي ممكن تحاول تغتاله، وده لان هم هيقلبوا القصر الملكي عليه، وسالوا لو مش هيزعق عشان كشف نفسه للاميوه. فسونت فهمه ان هو فاهم ان ده حماس الشباب وان هو كشخص كبير ولازم يعوض عن كل ده. فكليان اتبسط وقال له انه بيتمنى لو في ناس في عالمه زيه كده. فسونت قال له تمام يا عم، خدني معاك لما ترجع لعالمك علشان استكشفه. وتاني يوم الصبح كليان صحى وحاسس بحاجه غريبه، فراح القصر يشوف في ايه، وسوكاسا شافه وساله هو كان فين. فكليان بيعرف ان هو كان نايم وبيساله هو في ايه، فسوكاسا بيعرفه ان سونت اتقتل. وكليان على طول جوه عليه وبيفضل يعيط، وواحد من الموجودين قال له ان الخنجر اللي اتقتل بيه سونت هو بتاع كليان، وبيتهموه ان هو القاتل. وكليان لاحظ على طول ان الكل متاثر بلعنه الاميوه، وبيقف قدامهم وبيحاول يهديهم، وقال ان هما ما ينفعش يتهموه بالقتل لمجرد السبب ده. وفي اللحظه ديت الملك دخل واتهمه ان هو ارتكب جريمه كبيره بقتل قائد الفرسان، وقال ان هو لازم يتحاكم ويتلقى اشد انواع العقاب. فكليان على طول فهم ان هو في خطر، ففعل سحره وده قبل ما اي حد يمسكه، والكل اتصدم علشان مش قادرين يحددوا مكانه. وكليان بعدها اتجه لجيل، واللي قال له ان قائد الفرسان اتقتل على ايد قتله الملك الشخصيين واللي اسمهم غربان الليل، وان هما كمان مستهدفينه. وجيل عرفه ان القائد سايب له مؤن في اوضته وقال له ياخدها ويفلسع. وفعلا كليان اتوجه لاوضه القائد وخد الحاجه اللي سايبها له هو خلع بعيد. وفي نفس الليله الملك كان واقف مع الاميره وبيقول لها ان هو مش مصدق ان سونت مات بالساهل كده، خصوصا ان الاميره خلاص اتلعن الكل ما عدا البطل. والاميره قالت له ان كل اللي محتاجينه دلوقتي هو سبب علشان يعلنوا الحرب على الشرق، بس الملك قال ان هو محتاج الاطفال دولت يكونوا قطع شطرنج في خطته، وقال ان كليان كده كده هيموت قريب في خندق مهجور. بعدها طلب من الاميره تبعت اوامر لغربان الليل علشان يطردوه احتياطي، والاميره وافقت ومشيت علشان تنفذ الكلام ده. وتاني يوم الصبح كليان كان بيقرا رساله من سون، والرساله بتقول لو لقيت نفسك تايه ومفيش مكان تستخبى فيه فاحسن لك خليك في واحد من الدنجون، بس خد بالك الميه هناك محدوده فخطط كويس، ولو عايز تعرف ازاي تزود مستواك الاجابه في الدنجون، لان كل ما تتعمق اكتر الوحوش بتكون اقوى. وكليان افتكر وقت ما سال سونت ليه الناس كلها مش بتروح الدنجون، وسونت قال له ان المكان خطير جدا، وحتى لو اخفى وجوده الوحوش هناك عندها حواس شم وسمع قويه، بس لو زود ليفل مهاره الظلال عنده هيقدر يخفي وجوده بالكامل. وبعدها كليان دخل واحد من الدنجون وقتل كتير من الوحوش، وبعدها افتكر كلام سونت ان لما المستوى يوصل 100 هيكتسب تقنيه مهمه جدا، وقال له يبدا من متاهه كانتون وبيحاول يهزم الزعماء اللي هيقابلهم. وكليان بدا يقاتل الوحوش، وافتكر كلام سونت لما قال له لما يدخل منطقه الزعيم لازم يخلص عليها علشان يعيش. وفعلا كليان بدا هجومه على الوحش العملاق، بس فجاه الوحش هاجمه من الخلف، وكليان كان على وشك الموت وكده مش هيقدر يعود لوطنه ولا حتى هينتقم للقائد سون، بس في اخر لحظه بيستخدم سحر الظلال وبيقدر يهزم الوحش. وبعد المعركه كليان وقع على الارض وكان مصاب، بس تقنيه العلاج بتتفعل. وعلى الناحيه التانيه في القصر الملكي كان في شاب بيكلم سوكاسا وبيقول له ان هم اتقال لهم يذهبوا لمكان ملك الشياطين، بس هم لسه مش قادرين يصدقوا ان كليان قتل سون. وسوكاسا فكر وقال ان اكيد ديت لعنه الاميره اللي نائب القائد جيل اتكلم عنها، وبيعرفهم ان هو هيروح لملك الشياطين لوحده، بس اصحابه قالوا له ان هم معاه. وبعد ما خرجوا من القصر وسوكاسا قال ان الملك بنفسه امرهم يذهبوا لقتال ملك الشياطين، وبنت من الفرقه بتطمنهم ان هي شايفه الكل هناك في امان من اللعنه، وقالت ان هي بقت تقدر تحس لو حد عليه لعنه. وبيقول ان ذاكرته مش واضحه قوي، بس هو فاكر ان هو كان بيكسر حاجات غريبه، وجيل بيكون بيتفرج عليهم وهما ماشيين، وبيقول ان السيطره بتاعته اقوى من اللعنه التافهه دي. واساهينا وهو ماشي بيفكر ان هو لازم يتواصل مع كليان لانه كان المفروض يكلمه لما كان مختفي، وبيكون حزين على صديقه. وبعدها بنشوف فلاش باك لما اساهينا قابل كليان وهو بيشتغل، وكليان قال له ان هو مش عايز حد يعرف خصوصا اخته الصغيره. واساهينا بيطلع صور لاخته مع صاحبتها واللي سبحان الله بتطلع اخت كليان. وبعدها كليان بيصحى من النوم وفاهم ان هو كان بيحلم بصديقه الصدوق اساهينا، وبيتمنى ان هو يكون تمام. وبعدها بيلاحظ ان هو مش حاسس باي الم، وقال ان الاحصائيات بتاعته زادت ونقاط حياته تقريبا مليانه. انا فاكر كويس ان حالتي كانت وحشه والسم انتشر في جسدي كمان. بيلاحظ ان سحر الظلال اللي كان ليفل 3 زاد ليفلين دفعه واحده وبقى سهل التحكم فيه عن الاول. المهم كليان خرج وفضل يمشي
يمشي لحد ما قابل وحش سلايم ضخم قدامه فخلص عليه، وفجأة طلعت منه بنت من الالف في غاية الجمال. وكليان كان متفاجئ لان هي اجمل مزة شافها في حياته، بس علشان الامان فعل تقنية عين العالم اللي بتخليه يشوف اللي قدامه بشكل مفصل، بس ما قدرش يستحملها، وده لان التقنية دي محتاجة ليفل عالي. وفي اللحظة ديت البنت فاقت، وكليان قال في نفسه انا لمحت ان نقاط حياتها نزلت ل 2%، وهي سألته احنا فين دلوقتي؟ فبيقول لها ان هما في الدور 75 من الدنجون، لكنها بتفقد الوعي تاني. وبعد شوية فاقت، واول حاجة قالتها ان هي جعانة. وفعلا صدق الفنان لما قال ان افضل طريقة لقلب البنت هي بطنها، وانا بقول كده لان في علاقة حب وتلزيق جاية في السكة. المهم بيجيب لها اكل وهي بتخلص عليه، وبتبص على الحيطة وبتشوف كتابة وبتسأله عنها، فبيقول لها ايوه ده معناه 69، بكتب كده في كل طابق علشان اتابع تقدمي. ففكرت ان هو قال قبل كده ان هو في الدور 75، فقال لها ايوه بس اقرب مكان فيه ميه كان هنا. المهم الاتنين بيخمسوا في النوم، وتاني يوم بيذهبوا للطابق ال80 وبيقتلوا غول عملاق، وبعدها بيخلصوا عليه. كليان بيسألها هي ليه ماشيه خلفه، فقالت له ان هي اصلا ماشيه في الاتجاه ده. وفجأة دخلوا مكان واتصدموا لما شافوا تنين ضخم هجم عليهم، وكليان فعل تقنية اخفاء الوجود بس ما اشتغلش ضد التنين، وده لان هو بيتتبع السحر. وبعدها التنين هجم عليه تاني، فكليان فعل سحر الظلال ونجح يخلص عليه، بس بعد شويه خرج شعاع نور غريب من جسم التنين وبيتحول التنين لقط عملاق. وإيميليا بتقول ان الكائن ده بيمتلك تقنية مغير الشكل، وبتقول شوية معلومات عنه وده عن طريق عين العالم، وبتسأل كليان هو ليه مش بيستخدمها، فبيقول لها ان هو مش عارف يعتاد عليها. وقتها القط بيصحى ومش بيكون مصدق ان اتنين بس هما اللي هزموه، وكليان بيبدأ يهدده، فبيقول له اسمع يالا انا جايلك برسالة من سيد الشياطين، وهي ان هو لازم يجيله في منطقة فولكانو. وكليان بيكون مصدوم ازاي سيد الشياطين سمع عنه اصلا، فالقط بيقول له يلا اقتلنا علشان البوابة تتفتح، لكن كليان بيرفض وبيقول له انا مش عايز اقتلك. فبيقول له القط مفيش حل تاني، لكن ايميليا بتقول ان هم ممكن يعملوا عقد السيد بين كليان والقط اللي اسمه نايت، لكن العقد ده بيعوز تحكم ثالث في المانا زي ما كليان بيعمل كده، ولو العقد فشل العواقب هتكون وخيمة لان واحد منهم هيموت واحتمال كبير هما الاتنين يموتوا. ولكن كليان بيثبت على موقفه وبيبدأ الطقس، وبيدخل كليان في اللاوعي بتاع نايت اللي حرفيا بيكون اشبه بالجحيم، مدن محطمة الناس بتصرخ وبتجري في كل مكان، الكل عايز يفلت بجلده ويعيش، لكن نايت بيخلص على كل ده. وقتها بيظهر له كليان وبيقول له يوقف، ولكن نايت بيهاجم عليه وبيقول له اسحب سيفك واقتلني يلا علشان تعيش، ولقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. كليان ثابت على موقفه مصمم ان هو ينقذ نايت، مش عايزه يموت، مش عايز ان هو يشيل الذنب لاجل ان هو كان بينفذ كلام شخص تاني. كليان بيسمح لنايت يقتله. نايت هنا بيكون مصدوم، ايه ده يا ابني؟ هل انت واعي لما تفعل؟ أتقتل نفسك من أجل ذاك الوحش اللعين ده اللي كان في دماغ نايت وقتها؟ وبسبب فعل كليان ده المنطقة اللي حواليهم بتختفي، هو شكله هيعملها ولا إيه؟ وبالفعل كليان عملها وأتم العقد، وبيفوقوا في العالم الواقعي وبتظهر البوابة، ولكن بيتفقوا يستنوا شوية عما يتعافوا. وعلى الجانب التاني بيكون في مجموعة من الأبطال وبيكونوا وصلوا لأحد المدن اللي اتعملت على إيد البطل الأول، وبيكونوا في قمة انشكاحهم، وده لأن المكان تحفة، وبيفضلوا يعبطوا شوية كده بس بعدها بيدخلوا في الجد. وبيقول سوكاسا ان هما لازم يلاقوا شغل مناسب، وكمان يبداوا يجمعوا المعلومات علشان يخلصوا على ملك الشياطين. ولكن اساهينا بيقول ان هما لازم يجتمعوا مع كليان الاول، لان قوتهم مجتمعين لا تكاد تضاهي قوة كليان وحده. ولكن افراد منهم بيتهموا كليان ان هو قتل سونت، لكن اساهينا بيلغوا كل ده لان ده حصل بسبب لعنة الاميوة. وبيقول سوكاسا ان هو بصفته القائد فالكل لازم يسمع كلامه، وبيكمل وبيقول ان هما يتجمعوا مع كليان، ولكن الموضوع مش بالساهل كده. كليان شخص بيميل للوحده، ولو لاحظ ان احنا بنبطئ تقدمه هينفصل عننا، وعلشان كده لازم نزود قوتنا لحد ما تضاهي قوة كليان. وقتها نكون قادرين نجمع القوة اللي هنخلص بيها على ملك الشياطين. وبينتقل بينا المشهد وبنشوف لقطات من ماضي ايميليا لما مجموعة من الالف كانوا بيحاولوا الامساك بيها، لكن هي بتلقي نفسها من فوق تل عالي، ولما وقعت ابتلعها السلايم العملاق واللي كليان قتله. وكليان بيقول لها ان هي لازم تعود لموطنها، وبيفتكر عيلته وبيكون نفسه يشوفهم ويطمن عليهم، ولكنه بيفتكر الشخص الوحيد اللي لاحظه، الشخص الوحيد اللي حاسسه بان هو موجود اصلا. بيفتكر ان هو لازم يخلص على الاشخاص اللي قتلوا سونتو. من شدة غضبه وتبدا عيلته ان هي تعمل ضغط هائل. كليان جواه كمية حقد وغل ضد العيلة الملكة تكاد لا توصف، ولكنه بيهدى لان هو كان ممكن يقتل نايت وايميليا بالغلط، وبيتاسف ليهم وبيبدا يلطف الاجواء وبيلعب هو وايميليا بفو نايت. وهنا احب اقول لك ان بطلنا طلع عيل تافه، امال عامل
وبتعمل كاريزما ليالا. المهم بيقفوا قدام البوابه وكليان بيقول ان في وقت قريب هيتوجهوا للشياطين، وده علشان يعملوا دايره انتقال توجعه لعالمه. وملحوظه البوابه ديت هتوديهم لمكان عشوائي من تفكيرهم، وبيدخلوا البوابه وبيطلعوا في غابه، وكليان ونايت بيكونوا مبسوطين بالمكان. ولكن وعلى عكسهم ايميليا اللي بتكون مصدومه ومن شده صدمتها مش بتاخد بالها من الهجوم اللي جاي عليها. وكليان بينقذها من السهم الاول وبيصد التاني، وفي جزء مجزأ من الثانيه بيكون جاب الشخص ده من قفاه. ولكن بيبدأ الشخص ده ان هو يشتم ايميليا، ولكن كليان بيفقد الوعي وبيقول خلاص كده احنا اتزنقنا يا صاحبي. وبيظهروا مقاتلين الالف وهم محاصرينهم، وبتظهر اخت ايميليا وبتبدأ تلقح بالكلام عليها. وهنا كليان ونايت بيفهموا ان العداوه بين الاختين كالربيع والصقيع. وبنرجع شويه بالزمن، وايميليا كانت خارجه تتمشى مع خدمها اللي رفضوا يسيبوها لوحدها، وقال لها ان الملك مش موجود مسؤوليتهم يحافظوا عليها. وساعتها ايميليا شافت اختها وهي بتجري في الغابه وبتقاتل 3 من المقاتلين بالسيوف، وقدرت تهزمهم بسهوله وبتوقع سيوفهم بقوتها، وده خلى ايميليا تعجب بيها. وفي اللحظه ديت ليام قال ان كيا قويه فعلا، بس اللي هتاخد العرش هي ايميليا. بعدها بكام يوم ليام اللي كان خطيبها جه وطلب ان هو يفسخ الخطوبه، فايميليا قالت له يتكلم مع ابوها الاول لان ده كان كلامه من الاول. بس كيا قوبت وقالت ان ليام مش بيحبها اصلا، وان هو فسخ الخطوبه علشان هي طفله الخواب. وبعد شويه وقت ايميليا لقت نفسها قدام اختها ومعاها جنود المملكه، وكلهم بيتهموها ظلم ان هي عملت جريمه كبيره، وبيقولوا عليها ان هي طفله الخواب. وبنرجع للوقت الحالي، وايميليا وعدت اختها ان هي هتمشي فورا، بس هي قالت لها ان ده مش كفايه وان هي مش فارق معاها حتى لو اتوسلت ليها. وكليان وقتها اتدخل وقال لها ما تتكلمش تاني. وكيا سالته انت مين، فبطلنا بيقول لها انا قاتل واتعرفت على اختك قريب. فكيا حذرته وقالت ان اختها مجرمه كبيره واذت العيله الملكيه، وبتوهي له دعاء اللي عليه اثر سم كانت ايميليا هي اللي ادته لها اكنه علاج، وده خلى الناس كلها تصدق ان هي بتحاول تختلها. وكيا قربت من كليان وشكوته على اللي عمله، وقالت ان هو جاب الاميره الملعونه بنفسه. وايميليا حاولت توقفها علشان ما تبصش في عينه، بس كيا قالت لها ان خلاص فات الاوان، لان هي استخدمت سحر الجاذبيه بتاعها وهو بقى تحت سيطرتها خلاص. وده خلى ايميليا تغضب وبتزعق لها وبتقول لها فكي السحر عنه، ده شخص طيب وانقذنا وما يستاهلش كده. واثناء ما الاتنين بيتخانقوا كليان قال لهم يهدوا شويه وان مفيش حاجه، وبيعترف ان السحر ده بيشتغل على الخصوم الضعاف فقط. وده خلى كيا تتعصب لان هي مش قادره تقبل ان هو اقوى منها. وكليان امرها تبطل كذب وقال ان هو عارف اختها كويس وممكن يقسم ان هي مستحيل تاذي حد، وكلامه عصب كيا اكتر. ولما لقيت ان مش نافع معاها الكلام امرت الجنود يقتلوه. وقبل ما كليان يستخدم سحر الظلال الملك ظهر وامر الكل يوقف. وكيا استغربت وسالته ازاي رجعت بدري كده، فقال لها ان هو اضطر يرجع بسرعه وان هو عايز يفهم اللي بيحصل حالا. الجنود بداوا يتهموا ايميليا، والملك فهم ان كيا استخدم السحر الجاذبيه عليهم وسيطرت على عقولهم، وبيأمرها تفك السحر، وقال ان هو هيتكلم معاها بعدين. وبعدها راح لكليان وبيتاسف له عن تصرفات بنته، وقال له ان ايميليا خلاص رجعت فهو لازم يمشي. بس ايميليا حاولت تشرح ان كليان انقذها، والملك قال لها محدش من عرقه تاني مسموح له يعيشنا مهما كان السبب. وايميليا قالت ساعتها ان هي هتمشي مع كليان، بس الملك زعق لها وقال لها مش هتقدري تعملي كده لان انت الملكه القادمه. وساعتها كليان اتضايق وقال انا مش هسمع كلامك، وايميليا حاولت تعمل اللي هي عايزاه، ولو اضطريت ان انا استخدم قوتها علشان اخليها تعمل اللي في دماغها فانا هعمل كده من غير ما تردد. وليان بيتاسف للملك ان هو ضعيف، والملك فهم ساعتها ان كليان قوي فعلا، وبيقول له ان هو هيتحداه في نزال واللي هيخسر ويسمع كلام التاني. وبيختار كيا ان هي تمثله في القتال ده. وبعد شويه راحوا ناحيه الشجره المقدسه، وكليان جهز نفسه، وايميليا قالت له ان اختها مبهوزه جامده جدا فلازم ياخد باله. وكليان وعدها ان هو هيديها الحريه اللي نفسها فيها. بس الملك قال لك هي تظبط قوه المملكه، بس كيا اتعصبت لما لقيت كليان مش رافع سيفه، فقال لها ان هو مش عايز يأذيها، وبداوا يتقاتلوا. وكليان كان بيتفادى ضرباتها بدهشه من قوتها وما كانش عايز يهجم عليها، وده خلاها تتعصب اكتر. ولما قال لها توقف قبل ما تتعور وهجمت عليه بالسحر. وفي الوقت ده ايميليا كانت بتشرح لنايت ان اختها هي الوحيده اللي تقدر تستخدم سحر الرياح، بس بطلنا كان لسه بيتفادى ضرباتها بخفه، وقال لها ان الابتسامه ديت اللي بتحاول تبينها مخبيه دموعها الحقيقيه. وكان بيتحرك بسرعه رهيبه لدرجه ان كيا ما خدتش بالها ان هو بقى خلفها، وقال لها ان هي لازم تصلح اللي حصل بينها وبين اختها، لكن هي رفضت
التاني وقالت ان هي عمرها ما هتسامح اللي سرقت منها كل حاجه، وبدات تهاجم بشكل مجنون. ساعتها كليان قال لنايت يحمي ايميليا، وكيا كانت بتزعق وبتقول ان هي عمرها ما هتسامح ايميليا اللي اخدت منها كل حاجه. وعليها رجع للحظه زمان لما كانوا الاتنين بيحبوا بعض وعايشين في سلام، لكن في نفس اليوم سمعت ابوهم وهو بيتكلم مع واحد من الخدم، وعرفت ان ايميليا هي اللي هتبقى الحاكمه الاسطوريه اللي العالم كله هيبقى تحت رجليها، وانها مملكه الالف هتكون بامان لو هي بقت الملكه الجايه. ومن وقتها وهي بدات تكره اختها اكتر لان محدش بقى يهتم بيها بعد كده، وفضلت تهاجم بغضب. وفي اللحظه ديت ليام قرب منها وهو ماسك فرع من الشجره المقدسه، وطلب من ايميليا تنقذ اختها، فبتوافق وبتركب على ظهر نايت وبتستخدم قوتها لتنقيه المكان كله بفضل طاقه الفرع المقدس. وده خلى الالف يتفاجئوا لما فاقوا من تاثير كيا اللي لاحظت كمان ان قوتها بدات تختفي، وبدات تقول وهي غضبانه ان هي مش هتسمح ان هي تخسر كل حاجه تاني. وكليان كان عارف ان هو لو فضل يتفادى ضرباتها كده ناس كتير وهتتاذى، فبيفعل سحر الظلال بتاعه وبيقوم يبتلع الطاقه ديت، لكن السحر اتصرف بطريقه غريبه هو بيرتد عليه، وده خلى نايت يتصدم من النتيجه. حتى كليان نفسه ما كانش متخيل القوه اللي حصل عليها، بس استخدمها وهجم على كيا وقدر يهزمها ويرميها على الارض. وكيا ساعتها كانت حزينه وقالت ان هي ضعيفه وان حتى السحر اللي كانت مستخدماها على ليام اختفى، بس ايميليا قالت لها ان ده مش حقيقي لان السحر اصلا ما اشتغلش عليه من البدايه. وكيا طلبت منهم ما يشفقوش على حالتها، وقالت ان هم ينفذوا العقاب سواء الاعدام او النفي. والملك بيقرب منهم وقال ان كل ده غلطته لان هو كان بيحاول يحميها بس انتهى بيه الحال ان هو بيأذيها. وساعتها فك القفل على ذاكرتها واتضح ان هي من سنين لما كانت صغيره راحت المتاهه علشان تتمرن، وهناك قابلت واحده غريبه ادتها قوه سحريه وقالت لها ان هي تخليها تقدر تستدعي وحوش، والوحوش ديت هتنفذ كلامها. لكن بعد ما استخدمتها الوحوش كانت اقوى بكتير منها واضطرت تهرب، بس الوحوش ديت بدات تطاردها بره المتاهه وده المفروض ما يحصلش، فحاولت تحارب علشان ما حدش في القريه يموت. بس بعد شويه ليام جه مع مجموعه من الجنود وقال لها تهرب، لكن فجاه جوبلين هجم عليه وقتله قدامها، والمنظر ده دمرها والذنب كسر عقلها. والملك اضطر يحبس الذكرى ديت في عقلها، وبمساعده ايميليا استخدموا طاقه الشجره المقدسه وقدروا يرجعوا ليام للحياه. وده سبب ان الناس بعد كده بداوا يبعدوا عنها علشان ما تفتكرش اللي حصل وتتاذى اكتر. الملك قال ان هو كان مستني لحد ما تبقى قويه كفايه نفسيا علشان يقول لها الحقيقه، لكن للاسف الامور بقت اصعب. حتى ليام قرب منها وقال لها ان هو اسف لان هو حاول يبعدهم عن بعض، وده علشان الحقد اللي جواها ما يزيدش. بس اللي حصل ان هو زود الخلاف وقال لها ان سحرها اصلا ما اشتغلش عليه من البدايه، لان لما عملوا الطقس اللي رجعه للحياه ووقع من الشجره المقدسه دخلت في جسمه، وده خلاه محصن ضد اي سحر وتحكم. وكيا بدات تعيط وبتقول ان هي طول الوقت كانت غيرانه من اختها وفاكره ان الكل بيكرهها، بس في الحقيقه هي اللي كانت بتاذي اللي انقذها واصلح الكارثه اللي نفسها تسببت فيها وجعلت الناس يكرهوها ظلم. بس ايميليا قربت منها وقالت لها ان ده مش صحيح، وان هي من وهي صغيره كانت بتشوف قد ايه ان كيا بتحاول تكون قويه وكل الناس لاحظت كده، فلازم تكون فخوره بنفسها. والكل قرب منها وواسوها وقدروا يسامحوا بعض، وبطلنا فرح ان النهايه كانت كويسه جدا. وبعدها بساعات الملك دعا الكل على وليمه كبيره وقال ان هو هيوفي بوعده لان كيا خسرت التحدي. وايميليا اعلنت ان هي هتمشي مع كليان، واللي قال ان هم الاول رايحين لقوه الرجال الوحوش علشان يلاقوا اسلحه اقوى. وبعد شويه ايميليا قعدت مع كليان لوحدهم وطلبت منه يناديها بطريقه اقرب علشان هو دايما بيناديها بشكل رسمي وده بيحرجها، وهو بيناديها باسمها وده خلاها تكون مبسوطه، ووعدته ان هي هتفضل معاه طول العمر، لدرجه ان نايت نفسه اتضايق منهم وقال ان هم شبه الاطفال. وفي الوقت ده زعيم الفصل وفريقه كانوا ماشيين في طريقهم لقوه الرجال الوحوش علشان يطوروا اسلحتهم ويرفعوا مستواهم، وكانوا زعلانين ان هم ما قابلوش كليان لغايه دلوقتي.